اهلا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طبق كشري فظيع يا جماعه. من الاخر حاجه كده وهميه، اي حد داقه قال لي ده احلى من بتاع بره. معايا كوبايه عدس، هأمن ننقعها قبلها. لو مش عايزه تنقعيها مفيش مشكله، انا بسلقه على طول بيطلع حلو برضه، يعني في جميع الاحوال حلو برضه. جبنا حلة مية، حلة حطينا فيها مية، بس لازم المية تغلي، ما تعملوش زي ما انا عملت ونسيت خالص خالص اللي انا اغلي المية. كنت بصور واعذروني والله في اللقطة دي، كنت بصور ما اخدتش بالي ان المية ما غليتش بصراحة يعني. حطيت المكرونة وما اخدتش بالي. ما علينا، هي استوت الحمد لله وما عجنتش وطلعت حلو. معلقة ملح، حبة زيت، حطي مية بس خليها تغلي كويس. وبعد كده حطي شوية زيت على النار وابدأي بقى اعملي البصل. تجيب البصل شرايح رفيعة زي ما انا بوريها لك كده. انا كنت مسويه العدس وحاطه بعيد اهو. تمام. إيه، قطعت البصل شرايح صغننه كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين في خطوه مهمه قوي قوي لازم نعملها بعد ما نقطع شرايح البصل. طبعا انا هنا عامله على قد المفروض طبقين او ثلاثة، بس هو بسم الله ما شاء الله طلع يعني طبق كبير بزياده يعني علينا الحمد لله. بدأت افتح حلقات البصل كده. يعني ايه؟ يعني بعد ما تقطعي البصل تفتحي الحلقات بتاعته، دي اهم حاجة، لان هنعمل خطوة مهمة علشان البصل يطلع مقرمش معاكي، لان بصل الكشري بيبقى حلو كده لما يبقى مقرمش، ودي كده تاكليه يبقى ايه في قرمشة كده معاكي، بيبقى حلو قوي قوي. بعد هنا ما فتحت البصل كده هجيب مصفى. إيه، هحط فيها البصل اللي انا فتحته كله كله. وبعدين بقى ايه، انزل بالمكون الرئيسي بقى الاساسي الحلو ده، معلقه او من معلقه او معلقتين. انا هنا حطيت نشا، ما عندكش نشا اشتغل عادي بدقيق، حط معلقتين دقيق على كل بصله بتعمليها وبس كده. تدققيه كويس كده، يعني تحطي فيه دقيق كده او نشا كتير بحيث اللي هو ايه يظبط معاه. الخطوه بقى المهمه اللي هتخليهولك ما يمسكش في بعضه، لان انت لو حطيتيه كده على طول في الزيت هيلزق كله في بعضه، وبالذات لو محطوط فيه دقيق او نشا. خدي بالك من الخطوه دي لحين حصلت فيا وداب بقى مني كده. فبيبقى الحل ان انت تحطي حبه حبه، بتقلبي تقليبه اللي هو ايه زي بتشمعي كده البصل بتاعك، وتحطيه على جنب وتنقلي حبه تانيين واحده واحده كده حبه حبه لحد ما تخلصي الكميه. انا طبعا هنا كان عندي بصلتين يعني هو مش كتير، لكن انت لو عندك بصل زيادة طبعا بتحطي مقلاية اكبر، زيت اكتر كده. حطيت حبة حبة لحد ما انا ايه بالراحة كده خلصت الكمية كلها واحدة واحدة لحد ما خلصت وطلع لونه ذهبي معايا، حاجة كده خرافي. طبعا المكون الحلو جدا اللي بيخلي البصل مسكر انت ممكن تستغنى عنه، بس انا بحبها الخطوة دي ان انا بحط فيه معلقة سكر. خدي بالك لو انت حتى بتعملي نصيحة مني، لو انت حتى بتعملي صيادية وعايزة البصل ما يمررش منك، حطي معلقة السكر دي، بتخلي البصل في حتة تانية. يعني في ناس كتير مش بتحب الصيادية اللي هو البصل الغامق، الغامق الاسود ده، بسبب اللي هو بيبقى مر. بيبقى مر ليه؟ لانه بيبقى خلاص داخل على اللون المحروق. فبيبقى الحل اللي انت تحطي معلقة السكر دي. برضو الكشري انا بحب معلقة السكر دي يعني انا بحس ان هي بتنقله لي في حتة تانية. انا بقى بعدين جبت شوية الزيت اللي انا عملت بيهم، طبعا احنا مش هنرمي زيت، عملت بيهم البصلة وحطيتهم كده ايه في الرز، قلبت الشعرية حطيت رز. طبعا انا هنا حاطة كوباية رز ونص كوباية شعرية، انت طبعا على حسب المقدار اللي عندك. يعني عايزة الشعرية زيادة، عايزة الرز براحتك يعني، او تحطي ده قد ده برضه ما فيش مشكلة. هو في النهاية كشري والله يا جماعة. بس بقى انا بفضله كده عن ما بيبقى حله واحده. ليه؟ لان ما بيعجنش يعني. انا جربت يعني الحله الواحده ده يعني ما عجبنيش. المهم هنا انا جبت شويه زيت طبعا بتاع البصل برضو. طبعا انا هعمل هنا الطماطم بتاعته. الطماطم بتاعته هنا بالنسبه لي بتبقى شامله بقى الدقه بكل حاجه. حطيت حبة توم، يا دوبك التوم ياخد يعني ريحة كده يعني، قبل يعني ريحة التوم طلعت هنزل بقى بالصلصة بتاعتي وبس. هنزل بالصلصة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، حبة الصلصة، حط عليها شوية مية، حبة خل صغننين، حبة شطة كده يعني تشطشطيها، حبة شطة، حبة عايزة تحط فلفل حط شوية فلفل صغننين،
وحبة الملح بتوعك، هي كده اتظبطت تمام التمام. وبس كده، دي الصلصة اللي انا بعملها له. في ناس بقى بتعمل دقة، هنعملها بقى ان شاء الله المرة الجاية. اعمل لكم الدقة بإذن الله بتاعته. الدقة بتبقى سهلة يعني، ما بتبقاش فيها حاجة، بس انا ما يعني انا ايه، الخل مع الثوم مع الصلصة هنا بتغنيني عن الدقة. يعني انا بحس بالنسبة لي، بحس ان الدقة ملهاش لزوم. كده سبتها تغلي غلوتين وطفيت عليها وبس، خلاص كده. انا بالنسبه لي الكشري جهز. عندي هنا الرز طبعا عملناه مع بعض. نزلت بقى بالرز بتاعي، انت بتحب رز زياده حطي، اللي بيحب مكرونه زياده بيحط، مفيش اي مشكله من الخطوه دي. حطيت الرز، هحط عليه دلوقتي المكرونه بتاعتي. خطواتها سهله يعني كشري، والله هو في الاخر كشري برضه. حطيت المكرونه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. في ناس بتحب الرز قليل والمكرونه كتير، او يعني معلقتين رز كده وتكتر في المكرونه. وفي ناس بتحب المكرونه اكتر من الرز، انا بقى بحبه متعادل يعني، ده قد ده قد ده. إيه، وحطيت بقى بعدين بعد ما احط طبقه الرز وطبقه المكرونه، إيه، باحب بقى أحط العدس. العدس بتاعي وباحبه أحطه كتير. يعني أنتِ برضه ممكن على حسب برضه الكشري على حسب ما أنتِ بتحبي. في ناس برضه ممكن تحط عدس قليل. يعني كل واحد على حسب المذاق بتاعه وعلى حسب ذوقه. ده أكل يا جماعة يعني. يعني مش لازم هو كده. نفسي أقول لكم حاجة، مش لازم هو كده. في ناس بتحب الأكل بطريقة معينة، لا، لا، باحط ده قد ده، لأ، لا عادي. هو في الآخر الكشري كله على بعضه بيتلخبط في النهاية وبناكله. يعني ده الكشري. تمام. حطيت العدس بتاعي زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا بقى ايه، هحط الصلصة بتاعتي. انا بحب احط الصلصة. في ناس يقولوا لك لا حطيه كده واحنا ناخد الصلصة، برضو مفيش مشكلة، عادي برضو. بس انا بحب كده لاني بحس بعدها الصلصة اتاخدت كلها، والباقي اللي اتعمل مبيبقاش فيه صلصة. إيه، مش مشكلة، حتى لو ما تبقاش صلصة بعمله عادي. حطيت البصل بتاعي. البصل طبعًا طالع خرافي، خرافي، خرافي. طريقته سهلة جدًا، والله سهلة. عارفة ما بياخدش غير حلّتين. لكن أنا ما باجازفش وأقول لأ هاعمله في حلة واحدة، بس إحنا هنجرّبه بحلة واحدة بإذن الله هاعمله لكم. وأنا كده خلّصت. إيه رأيكم بقى في جماله؟ طالع وهمي. يالّا بقى لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة، يالّا بقى ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. مع مطبخ سِت هانم، بالهنا ومع السلامة يا حلوين.